السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة مطبخ سارة، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كما تشوفوا في أول فيديو اليوم وجدت معكم مقلة ديال السوسيس بالبيض، كتجي هائلة جدا. أول حاجة كناخدو مقلة كنديرو فيها زيت الزيتون أو زيت المائدة على حسب متوفر عندنا. أنا اختاريت هنا ندير زيت الزيتون حيت ديجا السوسيس كيكون فيه ليدام. هنا درت شوية ديال زيت الزيتون ودوزتو وهكا سيحته في المقله كامله. كناخدو كندير بشويه ديال الثومه كتبقى اختياريه. الثومه صراحه كتجي زوينه هكا في كل شيء، كتعجبني انا نطيب بها. هنا غادي نضيف البصله اللي قطعتها بهذه الطريقه رقيقه، سينو غنديرها في الحشوار صافي ونتسناو نزيدو عليها دابا هنايا نخليوها حتى تتقلى البصله ديالنا مع الثوم يتقلاو مزيان. عاد نضيفو عليهم الصوصيص ديالنا وكذلك. وخليكم مع الفيديو باش تشوفوا المراحل كاملين. بعد ما كطيح لينا البصله كنضيف عليها السوسيس اللي قطعته بهذه الطريقه. انا اختاريت ندير السوسيس ديال اللحم، سينو ممكن انكم ديروا السوسيس ديال اللدان. وهنايا صافي غادي نغطي على السوسيس ديالي، يعني المهم نخلطو مع البصله ابخي نغطي عليه وهو غيطلق داك المرق ديالو. انا ما درتش المرق نهائيا، كما معروف ان السوسيس كيطلق المرق ديالو صافي ابخي. من بعد من بعد كندير شويه ديال القزبر ومعدنوس باش يطلق ليا البنه. بالنسبه للقزبر ومعدنوس ديما نخليه في اي زعما مثلا في السوسيس ولا البيض مطيشه ولا شي حاجه هكا، ولا الشعريه ولا لي بات، كنخليهم حتى الاخر باش يطلق المذاق ديالو. ولا حتى في الزعلوك هكا كيطلق المذاق ديالو كيجي واعر. ماشي ديروه من الاول، حيت الربيع باش يعطي المفعول ديالو خليوه حتى الاخر. صافي هنا كما كتشوفوا ضفت الربيع وغادي نضيف الفرماج سلايس او الفرماج طرونش. كيبقى اختياري حسب الرغبه. كما كتلاحظوا بان الزيت اللي درت في الاول راه قليله جدا، وكما معروف انه السوسيس كيطلق ليدام. صافي هنا درت الفرماج سلايس وغادي نهرس عليه البيض. هرست البيض ودرت البيض عليه وغنغطي عليه ونخليه يطيب. في الاخر كندير واحد رشيشه ديال الكمون ورشيشه ديال السودانيه، كتبقى اختياريه وبالصحه والراحه. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. نراكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. الى فيديو قادم باذن الله.